بس وانا خارج حصل حاجة غريبة جدا. لقيت فادي ابن عمي اعلى السلم اللي بيطلع على الدور التاني. ناديت عليه وانا واقف تحت، قلت له انت دخلت ورايا يا زفت انت؟ مش كنت خايف ومش عايز ندخل؟ اتفضل يلا انزل عشان نمشي من هنا، عمك لو دخل ولقانا هينفخنا احنا الاتنين. بس الغريب بقى ان فادي كان واقف متسمر مكانه وما بيردش عليا رغم اصراري عليه انه ينزل. وفجأة وانا بتكلم مع فادي هب هوا جامد جدا مش عارف منين. الهوا طير التراب اللي كان راكد في القصر، بس الغريب ان التراب ده كان ريحته دخان محروق. فافتكرت كلام ابويا في الوقت ده ان البيت ده اتحرق واهله ماتوا فيه. فلسه هطلع عشان اجيب فادي ونخرج، لقيت حد مسك دراعي، فالتفت بسرعة من الرعب. لقيته ابويا الحمد لله، اهون برضو من اي حاجة تانية، بيشدني على بره وانا بقاومه وبقول له هطلع اجيب فادي فوق. وببص على فادي علشان اوريه لبابا، لقيته اختفى. فطلعت مع ابويا بره القصر، وكانت المفاجأة شادي واقف بره مع العيال اصحابي. فبصيت له في ذهول وقلت له انت خرجت امتى؟ قال لي خرجت ايه؟ انا ما دخلتش اصلا. سمعت منه كده وتنحت.